مساء الخير واهلا بكم. بكره ان شاء الله الثلاثاء راح يكون موعد استجواب النائب الفاضل حبيبنا السيد حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك. طبعا الاستجواب عباره عن محورين، محور ليش سكيتوا سكوب او ليش يعني سكوب تعرضت له ما تعرضت له، والمحور الثاني هو عن قناه اليوم. ما نبي نتكلم عن سكوب، خلينا نتكلم عن قناه اليوم. قناه اليوم الحديث عنها يطول، لكن بحاول اختصره بقدر الامكان بكلمات موجزه او نقاط موجزه. قناه اليوم طلعت في وقت كانت فيه كل القنوات في اتجاه واحد ولها لون واحد ابدا، يعني يتفاوت اللون، طبعا لون خفيف فاتح، لون وسط، لون غامق حيل. بعض القنوات كانت مصلعه مع الفساد مع الحكومه المهم انها في اتجاه معين. بعض القنوات لا والله من حيث المبدا تمشي وتقول من حيث المبدا، لكن كلهم في اتجاه واحد. طلعت قناه اليوم فقلبت الدنيا عاليها واطيها، وكانت كعصا موسى التهمت كل الحيات. صارت الانظار، انا ما اقول يعني مدحا في الذات في القناه، الناس هي من تحكم، هي من تدرك وتعرف بأن قناة اليوم تصدرت في خلال فترة وجيزة وقياسية، تصدرت السباق وأصبحت هي الأولى وأصبحت هي محط الأنظار وما أكثر الناس اللي يقولون وينكم من زمان. فهذه القناة أتت في وقت كان فيه الأحرار، غالبية الأحرار من النواب محاصرين برا وبحرا وجوا. جات وكسرت الحصار وقالت تعالوا البيت بيتكم، تعالوا هنا في قناة اليوم قولوا وعبروا. فتشعر أن الواحد لما يطلع منهم هني تشعر انه يتنهد من كثر ما هو كان مخنوق ومكبوت، طلع وقال كل اللي في خاطره. الان عقب ما سوت اللي سوت قناه اليوم فيهم، قاموا يبحثون وراها، قاموا يدورون على اي شيء يلقون عليه عشان يتهمونها فيه، وقاموا يستخدمون يعني مشوا في عده اتجاهات، قاموا يبحثون يدورون هل يلقون عليها شيء. توهقوا، راحوا الى اتجاه ان قالوا نفرغها من داخل. هم خبراء في التفريغ، حاولوا قبل يفرغون الدستور من داخل، يعني الدستور موجود لكن من داخل الصفحات مو موجوده. نفس الموضوع القناه يبونها مبنى موجود فقط ومعدات من غير فنيين، ما خلوا احد ما كلموه. فني صوت، فني تصوير، فني اضاءه، فني مذيعين. انا واحد من الناس كلموني عقب خامس سادس حلقه بدأوا يكلمونا، وقبلها طبعا اول ما اعلنت حاولوا ياخذون منها. اخرهم امس طلعوا احد موظفي القناه، مع انها الموظفين هذول المحررين الزملاء اللي مش المحررين، الموظفين الفنيين في القناه، كانوا القناه اللي اخذتهم كانت مستغنيه عنهم قبل. شوف بتوقعي اعتقد ان هناك من تكفل بدفع المال، جيبوا رجعوا يعني هؤلاء ونتحمل المصاريف. يعني يمكن واحد من اصحاب القناه او من برا صديق، المهم ان حاولوا يفلشون القناه من الداخل. وخذ عاد بعدين حاولوا انهم ياخذون منهم من القناه، ما قدروا. القناه كل ما طلع منها واحد جاها 10 تقدموا لها 10، فقالوا ما في الا نطعن في مصداقيتها. طعن في المصداقيه كما يطعنون في النواب الاحرار، فاتهموها بتبييض الاموال، اتهموها بانها مدعومه من شيوخ، واتهموها بانها مدعومه من الخارج، اتهموها طبعا مثل ما قلت لكم تبييض اموال او غسل اموال، غسيل اموال. على طاري غسيل الاموال، واحد في تويتر كتب له تعليق جميل عجبني، قال قناه اليوم ما تغسل اموال، قناه اليوم تغسل اشراع. وانا اقول قناه اليوم تغسل اشراع من جهه وتغسل كبود وقلوب من جهه، وما اكثر من قال ان غسلت كبودنا وقلوبنا. الحمد لله يعني كان في ذاك الوقت كان ما في الا اتجاه معين لهم، لون واحد امام الناس، فما كان في خيار اخر. الان جاء الخيار فتوجهت غالبيه اعين الناس الى هذا الخيار. قاموا يطعنون فيها ايضا على، وكما ذكر الزميل جعفر محمد ابو انور، قال ان هناك من يقول بان هذه قناه بدو ايش تبي فيها؟ قاموا يطعنون فيها عنصريا. شوف عمرنا في القناه ما قلنا عن قناه مثلا الراي مثلا، ما قلنا قناه حظر او قناه حظر وشيعه، ما قلنا هالكلام هذا، ولا قلنا قناه الوطن قناه حظر او قناه شيعه، ولا قلنا القناه الفلانيه قناه شيعه او قناه حظر. ما عندنا هالنفس هذا عشان تعرفون. بس هم يتهمون، واذا رديت عليهم قالوا عنصري. ما خلوا شيء ما قالوه على هالقناه، لكن القناه برغم كل هذه يعني الاتهامات تصعد تضعها تحت اقدامها وتصعد بفضل من الله. يوم فتحت القناه اصحاب القناه
عشان الناس يكونوا بالصوره ويعرفون شو اللي صار. اصحاب القناه يدرون ان اللي قدامهم ما هو فراوله ومانجا وبيقعدون على بلكونه ويشربون عصير هالمانجا ويدلدلون اقدامهم في الجدول المياه اللي مر تحتهم، لا. يدرون ان طالعين قناه معارضه، قناه ذاك الوقت اول ما طلعت قناه ضد الفساد، والفساد ما في نبل في الخصومه. بعض الفاسدين ذاك الوقت ما عندهم نبل ولا عندهم فروسيه خصومه، ويدرون وتحملوا. كان بامكانهم يقولون فلان رجل المرحله، وفلان رجل المرحله الثانيه اللي وراها، وفلان رجل المرحله اللي ثالث لفه على اليمين، وفلان رجل، يقدرون. ومن حيث المبدا وتمشي الامور وتحط نفسك اصلاحي، تكتب لك مقال وتقول فيه ان الاصلاح وان الاصلاح، بس انت حقيقه انت ضد الاصلاح لانك يعني تعزز وتؤيد وتدعم هؤلاء الفاسدين. كانوا يعلمون اصحاب القناه هذا الامر، ومع ذلك وافقوا على الظهور واختاروا هذا الخيار الصعب. ويوم تعاقدنا وياهم كنا نعلم هذا الامر، نعلم ان الطريق شوك. ايش يقول؟ طرى علي بيت للعصيمي، كديميس العصيمي، شاعر يعني. بقول لكم بيت بس بغض النظر عن القصيده واسبابها ولمن موجهه، انا باخذ بيت وبسقطه. يقول: ندري ما قدامنا مزرعه تين، ندري ما قدامنا مزرعه تين، لكن على رؤوس الافاعي وطانا. وطانا اللي يقصد وطينا، بس طبعا بلهجه عتيبه وطانا. ندري ما قدامنا مزرعه تين، لكن على رؤوس الافاعي وطانا، وهذا ما فعلناه في هذا البرنامج وفي القناه. نمشي وندوس على رؤوس الافاعي، افعى وراء افعى، افعى وراء افعى. قتلت الافاعي الكبار، ما تلقى الان ولا داب كبير موجود، كل الديبان الكبيره طلعت برا. لكن خلف العتيبي يقول كلام واضح، خلف العتيبي شاعر الحرب والحكمه، خلف بن هذال يقول: ولا تامن فروخ الداب لو عاش وابوهم مات، تجيك الصبح بنياب تنسل كنها نيابه. لذلك الان اللي موجودين فريخات الداب، ومن مهام هذا البرنامج، انا بتكلم عن البرنامج وما بتكلم عن القناه، من مهام هذا البرنامج قطع رؤوس الداب وفريخاتها، عشان ما نبي نسمع هالفحيح مره ثانيه. طبعا المهمه هذه ما لها حد، ما راح تنتهي، تبقى الحياه ويبقى فيها الديبان، لن تنقرض هذه الفصيله من الزواحف، لن تنقرض ابدا. ولذلك باذن الله مواصله القناه هذه، ومن ياتي الاجيال الجايه كلهم راح يكون هدفهم باذن الله قتل الافاعي وسحق ودهس رؤوسها. طيب، في جزئيه مهمه، بما ان الاستجواب بكره انا بحاول اختم فيها المقدمه عشان عندي ضيفين. في جزئيه مهمه جدا اللي هي جزئيه المحور الثاني من استجواب حبيبنا الفاضل سيد القلاف. خلينا نقرا شو يقول في استجوابه في اول سطر. المحور الثاني: الاخلال هذا عنوانه، الاخلال والتراخي في تطبيق القانون. لقد اثرت قضيه خطيره بالارقام، هو يتكلم عن نفسه، حول عمليه تبييض اموال موثقه بالادله والارقام قامت بها احدى القنوات الفضائيه. بكرر الجمله الاخيره عشان ابو صادق يسمعني، عشان النواب يسمعوني، عشان الناس يسمعوني. قامت بها، هو من يتهم، قامت بها احدى القنوات الفضائيه. هو طبعا يقصد الجريده، يقصد جريده عالم اليوم، وصار عنده لبس، لان قناه اليوم ما كملت سنه عشان تقدم حساباتها، ما كملت سنه، طلعت شهر 10 والان احنا شهر 4، يعني 6 اشهر، فدخل لبس. اذا هذا الامر، هذا الموضوع، هذه الجمله تنسف المحور الثاني كاملا، لانه يتكلم عن شيء ما له علاقه في الاستجواب، ابدا ما له علاقه. يتكلم عن قناه يقول تبيض الاموال، وعنده وثائق يتكلم فيها. هذه الوثائق خاصه في جريده عالم اليوم، وبعد قليل ان شاء الله سنستمع كلنا وسنشاهد بالوثائق والادله والمستندات هل هذه يعني قامت القناه او قامت الجريده على غسيل اموال وعلى دعم من خارج الدوله لهذه الجريده ام لا. بعد قليل مع رئيس مجلس اداره عالم اليوم، هو رئيس مجلس اداره المجموعه كامله اللي تندرج من تحتها قناه اليوم وعالم اليوم، احمد الجبر الشمري، بعد قليل.